معروفة محبوبة جميلة القلب والقالب زينب حبيبتي. حبيبتي تسلمي على هالكلام الطيب. تسلمي. نتشرف طبعا بك اليوم في ملتقى سفراء الإبداع، وألف مبروك إلى حصولك على هاللقب وأنت تستاهلين فعلا. تسلمين حبيبتي، وأنا سعيدة جدا بتواجدي اليوم. ملتقى رائع فيه العديد من الإعلاميين، التربويين، الأشخاص المتحدثين، يعني كل شخص قاعد هنا يعرض تجربته، خبرته من خلال مؤهلاته العلمية، خبراته أيضا العملية. فتشوفين هنا المشاركة متنوعة وأيضا مختلفة ما بين الإعلام، ما بين التربية، ما بين الصحافة، ما بين صناع المحتوى أيضا. بالتالي إحنا محتاجين دائما نعرض للناس هؤلاء الأشخاص المبدعين، هؤلاء الأشخاص المبتكرين في العديد من المجالات. أكيد طبعا، وانت ناخذ من عندك الافكار والخبرات مالتك. انت في خبرتك الطويله في التلفزيون، هي اعلاميه بالتلفزيون طبعا. اكيد، وتعملين لقاءات، بس هالمره احنا رح نعمل لقاء وياك. هالمرة أفضل، هالمرة أنا الضيفة. نراوي الناس كيف أن اليوم الشخص كإعلامي وكصانع محتوى له بصمة إيجابية، بعيدا عن بعض الأشياء اللي ممكن نشوفها في السوشيال ميديا، اللي تشوفين الأشخاص اللي تبحث عن الترند، اللي تبحث عن المادة، لكن البعض لا، يبحث عن المحتوى الهادف، المحتوى الإيجابي. حتى الإعلامي يجب أن يكون إعلامي حقيقي بالبحث عن المحتوى الهادف، بالبحث عن الضيوف أيضا اللي لهم محتوى هادف عشان يطلعون معاه في لقاءاته. فبالتالي هناك إيجابية في هذا الملتقى، هناك نقول أجواء جميلة تعرض المحتوى الإعلام بشكل وصورة هادفة. المحتوى الهادف والصادق. صحيح، أهم شيء الصادق فعلا صحيح. الصادق اللي بعيدا يكون عن الترند أو أكيد. بعيدا عن الشهرة، أنا شو حاب أقدم للمجتمع ولأفراد المجتمع.